السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشحات وداري 11 لاعبا يترقبون الظهور الأول مع تروب في الأهلي. يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة تحت قيادة ياسر تروب المدير الفني للفريق الأول، وذلك عند مواجهة إنبي في أولى جولات بطولة كأس العاصمة مصر. مباراة الأهلي وإنبي تأتي بعد حوالي أسبوعين لم يخوض خلالهم الأحمر أي مباراة رسمية، وتحديدا منذ التعادل مع الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله في الجولة الثانية من الدور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا. مقرر أن تشهد مباراة الأهلي أمام إنبي المقرر إقامتها في 8 مساء بعد غد الجمعة على ملعب السلام ظهور وجوه جديدة من العناصر الشابة بجانب بعض النجوم الذين لم يشاركوا في أي دقيقة مع مدرب الدنماركي تروب. واعتمد تروب على خلال أول 9 مباريات على عدد محدود من العناصر الأساسية، فيما لم يشارك عدد آخر من النجوم في تلك المباريات، بعضها لأسباب فنية وأخرى للإصابة. حارس جديد وعودة المغربي، وسيضطر تروب في مباراته أمام إنبي الاعتماد على الحارس الثالث للفريق وهو محمد سيح، الذي لم يظهر في أي مواجهة سابقة منذ انتقاله للأحمر، حيث كان الاعتماد على الحارسين الأساسيين محمد الشناوي ومصطفى شوبير الذين يتواجدين في معسكر منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. من المحتمل أيضا أن تشهد مباراة الأهلي أمام إنبي عودة المدافع المغربي أشرف داري الذي تعرض لإصابات متتالية بعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية. العش ورضا يبحثان عن الفرصة الأولى. أيضا مصطفى العش الذي يخرج دائما من حسابات تروب لأسباب فنية في جميع المباريات الماضية قد يشارك لأول مرة تحت قيادة الدنماركي، حيث يسعى المدافع القادم من زد لإثبات نفسه للجهاز الفني الجديد للأحمر. ويدخل أحمد رضا لاعب الأهلي مباراة إنبي بنفس هدف مصطفى العش، حيث لم يشارك اللاعب القادم من بتروجيت في الموسم الماضي بأي مباراة مع الأحمر تحت قيادة ياس تروب. أما حسين الشحات الذي استقبله تروب في يومه الأول بترحيب كبير مع الأهلي، فيستهدف العودة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري، حيث سيكون الجناح الأيمن جاهزا من الناحية البدنية لمباراة إنبي. يوجد أيضا المواهب الشابة، وعلى صعيد المواهب الشابة فهناك عدد آخر من اللاعبين الذين يبحثون عن وضع بصمة مع الأهلي، وعلى رأسهم المهاجم محمد زعلوك الذي سبق وأن شارك مع الأحمر في الموسم قبل الماضي لكنه لم يظهر بقميص الفريق هذا الموسم. كذلك يتواجد في تدريبات الأهلي خلال الفترة الحالية المدافع أحمد عبدين الذي خاض فترة معايشة مع فلامينكو البرتغالي قبل عدة أسابيع، ولاعب الوسط بلال عطية الذي خاض فترة معايشة مع شتوتغارت الألماني قبل عدة أشهر، ويقترب من خوض فترة جديدة مع هانوفر مع المهاجم محمد هيثم عبد العظيم. وبجانب الظهير الأيسر عمر سيد معوض ولاعب خط الوسط النيجيري كاظم إبراهيم، يظهر اسم المهاجم حمزة عبد الكريم الذي أصبح على اعتاب الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الأسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه سبق له المشاركة تحت قيادة ياس تروب في مباراة شبيبة القبائل الجزائرية بدوري أبطال أفريقيا. مشاهدة طيبة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.